حديث شريف آخر في نفس السياق، وبعد في هذا الحديث ماكو أن لبن فاطمة جف. كان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان فيها معنى الاستمرار، يعني مو يوم مو أسبوع مو شهر. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل لسانه في فيه، مو إبهامه، يدخل لسانه في فيه أي في فم الإمام الحسين، فيغره كما يغر الطير فرخه. طبعا أنا في مراجعة سريعة لم أجد معنى يغره، وظاهرا الكلمة فيها خطأ استنساخي أو مطبعي أو ما أشبه. يزقه، وزق الأم لفرخها في الطيور هذه كلمة معروفة مشهورة. فيزقه كما يزق الطير فرخه، فيجعل الله عز وجل له للإمام في ذلك في الزق النبوي رزقا. يعني شنو؟ يعني الحسين إله خصوصية أنه لازم حتى من فاطمة ما يشرب، وإنما لازم الرسول يطعمه. طبعا بينا هذا فيما سبق في مجالس الحديث الشريف، أن جدول الاختصاصات غير جدول الأفضليات. النبي أفضل من الجميع، ثم الوصي، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين، وهكذا. هذا جدول الأفضليات. أما الاختصاصات لا تطابق الأفضليات، يعني ماكو تطابق وموافقة في جدول الاختصاصات مع جدول الأفضليات. ربما المفضول له مزية لا توجد في الأفضل. من أرضع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الأفضل بالنسبة إلى موجودات الله عز وجل على الإطلاق؟ أرضعه حليمة السعدية، امرأة عادية في ظاهر الأمر. ومن أرضع الإمام الحسين؟ أرضعه رسول الله. فإذا الحسين أفضل من النبي؟ لا. جدول الأفضليات شيء وجدول الاختصاصات شيء. إن لم نفهم هذه الملاحظة فنرتبك في كثير من الأمور الدينية، في تحليل الكثير من الأمور الدينية. كان رسول الله يدخل لسانه في فيه فيزقه كما يزق الطير فرخه، فيجعل الله له في ذلك رزقا. حديث شريف آخر